الاهلي بيجدد عقد قفشه لثلاث مواسم اخرى، او الثلاث مواسم اللي جايين. في عقد، يعني في بيان اتقال ان هو مضى على بياض لثلاث سنين. ولكن طبعا انا بقول لكم ان قفشه اتحط في استراتيجيه، يعني العقود للنادي الاهلي اتحط في الفئه الثانيه. طبعا الكلام بتاع مضى على بياض والكلام ده، الكلام ده يا جماعه ايه، اتمنى ان هو يختفي وينتهي، وما يبقاش لبانه بتتقال في كل لعيب بيجدد. طب وانت ايه اللي مضايقك يا كابتن ميدو من الكلام ده؟ يمضي على بياض ما يمضيش على بياض، ياخد اعلى راتب، انت ايه اللي مضايقك؟ ما تركز في فريقك والصفقات اللي انتوا مش عارفين تجيبوها ولا عارفين تجددوا للعيبه. ودلوقتي يعني عمالين تعيطوا وتقول لي قفشه ما فيش حاجه اسمها مضى على بياض. صحيح، طارق حامد عرفت تجدد له انت ولا خلع منك؟ وفرجاني ساسي اللي انتوا بتلموا له تبرعات وي واخرهم ابو جبل، وانتوا لغايه دلوقتي مش عارفين تلموا. بس اقول لك على حاجه، كابتن ميدو من اهلاوي محمد عبد الشافي، احنا كاهلاويه لو حد قال ان الراجل ده مضى على بياض هنصدقه. اصل في لعيبه كده انت ما تعرفش عنها حاجه، فعلا هي لعيبه محترمه. انا ما اعرفش انت بتحسبها ازاي. صلى على النبي وعلى افضل الصلاه والسلام. في البدايه لو مش مشترك في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. زي ما سمعت معايا ميدو وهو بيتكلم على قفشه وبيقول لك مفيش حاجه اسمها بيمضي على بياض. النهارده محمد شريف رحل الى نادي الخليج السعودي. ربنا يوفقك يا محمد يا شريف، ده اللي انا اقدر اقوله لك والله يا شريف. ويا ريت بقى مجلس اداره النادي الاهلي يتحرك ويجيب لنا مهاجم، بدل ما احنا كده خلاص محمد شريف مشي، ما عندناش دلوقتي لا كهربا وصلاح محسن. تعال نشوف بقى ميدو وبقيه حديثه. ان اوزوريو مثلا مقتنع، والكلام ده في جلسه جمعت ما بينه وما بين كريستيانو رونالدو بعد الماتش في الاوتيل. فهو سال كريستيانو رونالدو بيقول له انت في رايك انت جبت الجون ده ليه؟ انت جبت الجون ده ليه؟ فكريستيانو رونالدو قال له عشان انا احسن واحد بلعب بدماغي في العالم. فاوزوريو قال له لا، لو كان عندي سنتر باك اشول ما كنتش هتعرف تجيب الجون ده. طب يا كابتن ميدو، هو ايه علاقه المدافع الاشول بالكرة ضربة راس بكريستيانو رونالدو؟ هيطلع مثلا برجله يشوط الكرة من فوق كريستيانو رونالدو ولا ايه؟ وبعدين يعني انت عمال تشرح لي بالفيديو وتقول لي اصل كده وبراسه الشمال. اي مهاجم او اي مدافع بيجيب ضربات الراس مش هيفرق معاه كده او كده. هو ده اللي المفروض اللي انت تعرفه عن كرة القدم. امير مرتضى منصور في خبر كان بيقول ان هو يترشح لعضوية رابطة الاندية. في نفس الوقت شروط الرابطة ما تنطبقش عليه، بس الاهلي كان منتظر ان هو فعلا الرابطه توافق على اعلان ترشحه، عشان الاهلي كان هيعمل معاهم الجلاشه. بس هو اعتذر. تعال نشوف الاول شروط رابطه الانديه قبل ما نكمل بقيه فيديوهاتنا. نشوف شروط رابطه الانديه الاول. الشروط اهي قدام حضرتك. رقم واحد، أن يكون لاعب معتزلا شارك كلاعب في 10 مباريات على الأقل. 2، أن يكون حكما معتزلا تأهل إلى المستوى الأول. 3، أن يكون مدربا معتزلا تم تسجيله في الاتحاد المصري. رابعا، سبق أن كان عضوا بمجلس إدارة الاتحاد أو عضو مجلس إدارة أي هيئة كرة قدم أو أي نادي. دي شروط رابطة الأندية. الأستاذ بقى أمير مرتضى منصور بعد ما عرف خبر إن هو هيترشح رد بالجواب ده للأستاذ وليد العطار. السيد الأستاذ وليد العطار، علمت أثناء سفري أن نادي الزمالك أرسل خطاب للاتحاد المصري يتضمن ترشيح لعضوية رابطة الأندية، وهذا شرف كبير أن أنتمي لكيان كبير مثل نادي الزمالك، وأتوجه بالشكر للسادة المسؤولين الذين قاموا بترشيحي، ولكني أعتذر عن قبول أي منصب داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك لانشغالي بظروف عملي كمحامي، ولذلك اعتذرت عن الاستمرار في منصبي كمشرف عام عن فريق كرة القدم بنادي الزمالك بعد أن أمضيت 5 سنوات في هذا المنصب. يعني الأستاذ أمير مرتضى منصور بيقول لهم أنا مش فاضي، أنا شغال محامي وهسيب نادي الزمالك لأن عندي شغل محاماة ومش فاضي للكلام ده. طبعا الأستاذ عبد الشافي صادق يسيب الموضوع كده يمر مرور الكرام. حضرتك شفت شروط الرابطة بتاعت الأندية التقدم ليها إزاي؟ إن طبعا لازم يبقى لعيب كورة. أستاذ عبد الشافي هيسمعك أحلى هبد دلوقتي. خلينا نتكلم على امير من 2014. امير حقق مع نادي الزمالك بطولات كتير، وكان هو حازم وحاسم في الاداره، ودايما بيقدم افكار جديده كمشرف عام. يعني هو عنده فن اداره اللعب، لانه لعب كوره في الاول في بدايه انه لاعب كوره. أستاذ عبد الشافي صادق أهو بيقول لك امير مرتضى منصور كان لعيب كوره. طب يا استاذ عبد الشافي قول لنا كان بيلعب في انهي نادي؟ انت عمرك انت سمعت عنه هو بيلعب كوره؟
ده احنا عمرنا ما حد سمع عنه وهو بيلعب كوره، ولا حد من متهيألي جمهور الزمالك سمع عنه الا في عهد والده ورئيس النادي المعزول طبعا. هو ده اللي نعرفه، انما استاذ عبد الشافي صادق لازم يطلع يدي الهبده. تعال نشوف بقى، حضرتك سمعت الاعلام السعودي وليد فراج اما كان بيتريق على ديربي الكره المصريه؟ طبعا ديربي الكره المصريه اللي انا طلعت دافعت عنه بصفتي مشجع للنادي الاهلي ومنتمي لهذا البلد. شوف بقى اعلام نادي الزمالك بيقول ايه عن الكلام ده. استاذ وليد ولا كل الاحترام وقال انا اهلاوي، يعني هو في وسط الحوار هو قال انا اهلاوي، فانت كسرت الكلام اللي انت بتقوله لانك انتميت لاحد قطبي الكره المصريه، دي اول حاجه. فهتلاقي في يعني انت لوحدك وقعت، بدل ما كنت بتقول 40 قرار رجعت بتقول انا اهلاوي. فانت يعني الاعلام السعودي بيتريق على ديربي الكره المصريه، وده طالع يقول لك انت قلت في وسط الكلام انا اهلاوي، بس انت وقعت وقلت انا اهلاوي. يا جدع ده بيتريق على ديربي بلدك، بيتريق على الكوره في بلدك، وانت ساب كل ده وبتقول انا اهلاوي. اهلاوي ايه يا عم وبتاع ايه يا عم اللي انت بتتكلم عنه ده اللي هو بيقوله؟ هو في الاول وفي الاخر هو سعودي وراجل محق في بعض كلامه، وده انا قلته واشدت بيه، وفي حاجات هو خطأ فيها وده اللي احنا كنا بنعرفه. انا واحد من الناس طلعت قلت له ان الزمالك كان بيفوز على الهلال ولا كان بيفرق معاه نادي الهلال ده خالص. تيجي انت تطلع تقول له اصل اهلاوي، منتظر ايه منه؟ للاسف هو امثالكم اللي هدمر الكرة في مصر، واهمها الموسيقار اللي انتوا عمالين تطبلوا له ليل ونهار. بدليل طارق يحيى بعد التسريب اللي انا كنت جايبه لك في فيديو قبل كده ليه، مشوه من قناة الزمالك يا عيني ومش لاقي شغل. اهو قدام حضرتك التصريح بتاعه على صفحته الرسمية على الفيسبوك، اهو بيقول لك لظروف خارجة عن إرادة الراجل يا عيني هيغيب عن نادي الزمالك وهيبعد عن الشغلانة خالص، ولا بتاع ناشئين ولا برنامج ولا أي حاجة. ليه؟ لأن خلاص اتغضب عليه من الراس الكبيرة. تعال نشوف بقى الأستاذ عبد الشافي صادق يكمل لنا. فقط هو الوحيد اللي عنده فن التفاوض، القدرة على التفاوض والقدرة على الإقناع. حتى المدربين نفسهم بيتعاملوا مع أمير ان هو عنده قدره على الاقناع. هو اللي اقنع اوسيريو ان يتولى العمل في الزمالك. اول مره اوسيريو يخرج من امريكا اللاتينيه الى الشرق الاوسط الى نادي الزمالك، وفر 300,000 يورو اعتقد. تفاوضوا مع المدرب السابق ان هو الشرط الجزائي، فهو عنده مقدره على التفاوض في مصلحه نادي الزمالك، دايما حاطط هدفه هو مصلحه الزمالك. اما هو يا استاذ عبد الشافي بيعرف يتفاوض كده مع اللعيبه وبيجيب احسن صفقات وبيتفاوض مع المدربين على الشروط الجزائيه وبيعمل لمصلحه الزمالك. طب ليه ما حلش مشكله اشمبونج، خالد بوطيب؟ ما حلش ليه الكلام ده؟ جروس الفلوس دي فين؟ اللي الناس دي عايزه حق فلوسها، مش الناس دي ليها فلوس برضه؟ ما عرفش ليه يتفاوض معاهم؟ طبعا وقضايا كتير ليكوا في الاتحاد الدولي. بس يا استاذ عبد الشافي انا مش عارف انت هتفضل تطبل كده لغايه امتى؟ سمعنا عليه بركه. اي حد دلوقتي، مش اي يعني عايز اقول ايه، مش اي حد يقدر يتحمل هذه الضغوط. حضرتك عندك 3 نماذج انسانيه والثلاثه بينتموا لعائله واحده: المستشار مرتضى منصور، الاستاذ احمد مرتضى منصور، الاستاذ امير مرتضى منصور. اهو شفت التطبيل وصل لغايه فين؟ اهو مش اي حد ولا اي حد، في الاول يقول لك اي حد وبعد كده مش اي حد. عندك 3 نماذج انسانيه و3 بينتموا لعائله واحده: مستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور واستاذ احمد مرتضى منصور. هم ال3 من عيله واحده بجد. انت كنت ممكن تقول المستشار مرتضى منصور واولاده، وبعدين يعني نعمل لهم ايه يعني؟ معلش يعني ايه النماذج الانسانيه اللي عملوها؟ انت بتتكلم في ايه يا عم؟ هو انتوا همكوا الزمالك ولا طالعين تطبلوا لرئيس النادي واولاده؟ تعال نسمع بقى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا بيخاطرف بيقول ايه. يعني بيني وبين نفسي اقول لك انا من ضمن يعني موجود في وسط احسن 4 حراس في مصر. احسن 4. اوكي، مين المميزين بالنسبه لك في مصر؟ يعني لا في ناس كتير طبعا. الدوري مليان حراس يعني كبار، بس قصدي مين بيعجبك انت؟ يعني انت حارس بتتفرج على ماتش الفرقتين، انت مش فرقتك بس بيعجبك حارس منهم، بيقول لك الحارس ده امكانياته جامده. يعني بص، احمد الشناوي جون من اجمد الحراس اللي جت في تاريخ مصر بجد. موهبه اقسم بالله، مش ممكن. اوكي. محمد بسام بيصنف نفسه من احسن 4 حراس في مصر. لا وبيقول لك ايه افضل حارس في تاريخ مصر؟ احمد الشناوي حارس بيراميدز. انا عدت الفيديو تاني، احمد الشناوي والله قصده محمد الشناوي، ده طلع فعلا قصده احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. ويقول لك حارس موهوب وعنده فيه مميزات. مميزات ايه يا عم وموهوب ايه يا عم؟
محمد الشناوي كده. امال محمد الشناوي ايه يا عم؟ بلاش. امال عصام الحضري ايه اللي انت بتتكلم على احمد الشناوي افضل حارس في تاريخ مصر؟ بأمارة ايه افضل حارس في تاريخ مصر؟ اقول لك على حاجه، اسال جماهير نادي الزمالك وهي تقول لك. يا راجل ده ما بيعرفش يلعب في نهائي بطوله، ما بيعرفش يلعب مباراه كبيره يا راجل يا طيب. يا راجل ده خسرهم نهائي دوري ابطال افريقيا في 2016 على ما اعتقد امام صن داونز 3-0، والثلاث اهداف من اخطائه هو. اتفرج عليه في مباراه الكاس امام الاهلي، شوف اخطائه الغريبه، اعصابه بتبوظ في المباراه النهائيه، وتقول له افضل حارس في تاريخ مصر. من انهي اتجاه انت صنفته افضل حارس؟ انا قلت لك في حراس كتير، امال الحضري الاسطوره، وعندك نادر السيد واكرامي في كتير يا راجل. انت بناء على ايه اخترته؟ يعني انا نفسي اعرف كده، انت فكرت لحظه ان قبل ما تقول الاسم تختار مين؟ ولا انت كده جه في دماغك الاسم ورحت قايله وخلاص؟ ولا انت بتقعد مع ميدو ولا ايه يا عم؟ عمرو ورده لاعب نادي الرجاء، اسمع بيقول ايه. مانشستر سيتي وتشيلسي لسه طالعين من كام سنه. ليه؟ عشان الفلوس. هما ده يعني حاجة. لو اتعرض عليك فلوس رمضان صبحي اللي خدها بيراميدز ما تروحش؟ لا 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 ايه؟ انا قبلك لا 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 ايه؟ الفلوس هتخليني مبسوط. لا اله الا الله. الفلوس هتخليني مبسوط. امال انت انا بتشتغل بسألك سؤال إيه؟ دلوقتي. اه الفلوس هتخليني مبسوط بجد لو اتعرض ولا عليك صحتي الفلوس؟ وان اهلي كويسين؟ بصراحه ربنا لا هي صحتي كل كويسه واحد واهلي ودماغه. كويسين. لا انا بسألك سؤال دلوقتي. صحتي كويسه واهلي كويسين ولا الفلوس؟ ايوه ورده، انت هدفك ايه؟ لا انا بلعب كوره عشان بحب الكوره. انت بتلعب كوره بتستمتع بالكوره طبعا. ما تقوليش بقى بيزنس والكلام ده. عمرو ورده بيقول لك الفلوس مش كل حاجه. انا لو اتعرض عليا فلوس زي رمضان صبحي مش رايح. انا بلعب كره قدم للمتعه. ده يا شيخ ده من انهي اتجاه؟ حاليا في الزمن ده كره القدم الفلوس. اي افضل لعيبه العالم راحت الدوري السعودي عشان الفلوس. ما تجيش انت تقول لي او تعمل لي نفسك ان انت بتلعب عشان المتعه. الكلام ده خلاص انتهى او نادر جدا. بس مش انت ورده اللي تقول كده. انت بتلعب حاليا في نادي كبير اسمه نادي الرجاء المغربي، وانا من عشاق نادي الرجاء المغربي وبحبه جدا. يعني هقول لك ايه، دول يعتبر اشقائنا هناك والله في دولة المغرب العربية الشقيقة. جماهير محترمة جدا ومجلس ادارة محترف ونادي فعلا عالمي. بنتمنى ليك التوفيق مع نادي الرجاء اللي انا قلت لك اكتر من مرة بشجعه. اتمنى ليك التوفيق هناك، ويا ريت تركز داخل المستطيل الاخضر. والله هيبقى ليك هقول لك ايه مستقبل تاني، وهتشوف هناك الكورة بجد، لان فعلا عندهم الاستاد كامل العدد. فهتشوف جماهير انت ممكن ما شفتهاش في اوروبا. فركز عشان الناس دي مش هتسيبك يا ورده. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.